أهلا بكم مشاهدينا الكرام في هذه النشرة الإخبارية المفصلة، وهذا أبرز عنوانها. رسميا عقوبة ثقيلة لجمع التبرعات بدون ترخيص تدخل حيز التنفيذ. دخلت مقتضيات المرسوم رقم 2/25/152 المتعلق بتطبيق القانون رقم 18/18 المنظم لجمع التبرعات من العموم وتوزيع المساعدات لأغراض خيرية حيز التنفيذ، عقب نشره في الجريدة الرسمية عدد 7392. ويحدد المرسوم الجديد مسطرة طلب الترخيص بدعوة العموم إلى التبرع وجمع التبرعات. وتوعد القانون بغرامة من 50,000 إلى 100,000 درهم في حق كل من خالف مقتضيات المادة 3 منه. كما فرض غرامة من 10,000 إلى 50,000 درهم على كل من لم يحول الأموال المتبقية من عملية جمع التبرعات بعد تحقيق الغرض أو الأغراض المعلن عنها داخل الأجل المحدد في القانون. شكرا على حسن المتابعة. دمتم في أمان الله.